بونسوار. ايه بونسوار دي يا رمضان؟ اسمها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله من امبارح. بس يعني ايه، شوية كده ظروف كنا بنتظرفهم جميعا يعني. اتمنى طبعا ان انتوا تكونوا في افضل حال وفي احسن حال برغم كل شيء، برغم الظروف الاقتصادية الصعبة، الظروف المعيشية الصعبة، برغم الحروب اللي علينا، برغم الحصار اللي علينا من كل حتة، والجيرة اللطيفة، الجيرة الحلوة الجميلة. طبعا لازم نكون في أفضل حال وما نستسلمش لأي ضغط نفسي، علشان خاطر وقت الحرب لازم نكون أقوياء. البلد بتتسند على ولادها وقت الحرب، ما تتسندش لا على سياسة ولا على اقتصاد، بتتسند على الحالة النفسية لولادها. فلازم دايما نكون ايه، في حالة تأهب لكل شيء. اول حاجة هنتكلم فيها، اضحك مع اليونايتد ستيتس. حلوة الفقرة دي، اضحك مع اليونايتد ستيتس. بيقولك واشنطن منزلة 5 مليون دولار، يعني مكافأة للي يبلغ عن احمد هارون. مين احمد هارون ده؟ احمد هارون ده كان واحد من الاذرع العسكرية والسياسية والارهابية لعمر البشير في السودان. ارتكب جرائم حرب كتيرة جدا في حق الناس في دارفور، ما بين خطف وما بين اغتصابات وما بين قتل جماعي وما بين تعذيبات يعني واعتقالات. مجرم يعني، لان هو اساسا نظام البشير اساسا كان نظام مجرم. بما انه اخواني فعلى طول هو مجرم، يعني مش محتاج ان احنا نتكلم فيه يعني. فبيقولك ان واشنطن اعلنت عن مكافأة قدرها 5 مليون دولار للي يقبض على احمد هارون. احمد هارون ولاده في نيويورك، اللي هو منتهى الدونت ماكس يعني، ولا يعني فهمني يا باشا، انت تقصد ايه بواشنطن؟ يعني ده ولاية واشنطن نفسها يعني؟ هي نيويورك كمان هتنفصل؟ ما شاء الله ما شاء الله، يلا يا حبيبي ربنا يزيد ويبارك. فاللي هو تحس ان امريكا مثلا مصممة برضو ان هي تتعامل مع العالم على اساس ان هم اغبياء، ان انت لازم تسمع الرواية اللي انا بس متبنياها. دايما انا بحافظ على السلام العالمي، دايما انا اللي بجري ورا الارهابيين اللي هم مستخبيين جوه، اللي هو يعني انا ما عنديش حلاوه وهو عنده جوه. نفس القصه بالظبط بتاعت اسامه بن لادن. دايما يصدر نفسه في صوره ان هو اللي هو يعني ايه، عايزه اقولها بالعربي، اللي هي يعني شرطي العالم، يعني ان هو المحافظ على كل موازين كل حاجه في الكوكب. ولو هنقعد نمشي ورا كل حاجه بتحصل في الكوكب هنلاقي ان اللي بيخربها هي امريكا. اللي بيقوم الحرب في اي حتة هي امريكا. اللي عامل ارهاب في كل مكان، كل المنظمات والحركات الارهابية اللي موجودة في العالم تم تمويلها امريكيا وتدريبها بريطانيا. خلاص انت لو جبت عيل في ثانوية عامة، يعني تقول له ايه؟ طبعا مع احترامي لكل الولاد اللي في ثانويه عامه، احنا عندنا في القناه ولاد ما شاء الله في ثانويه عامه حاجه بسم الله ما شاء الله، يعني عقول توزن بلد زي ما بيقولوا يعني، تربيتشي ولادشي. لو جبت ولد منهم كده وقلت له يا حبيبي هي القاعده، مين اللي عمل تنظيم القاعده؟ هيقول لك الام اي 6 يا انكل، بريطانيا. طب مين يا حبيبي اللي بيمول؟ امريكا يا انكل. انت مش محتاج تسال في حاجه زي كده، وهيبص لك على انك انسان غبي، انت بتسال في ايه؟ فهو احنا عايشين في دايره لطيفه كده، بنطارد من الارهاب اللي بتعمله امريكا على القواعد، يعني على الحركات الارهابيه اللي دربتها وجهزتها وظبطتها امريكا، على انها هي اللي بتجري ورا الارهابيين اللي هي عملتهم عشان تحمينا من الارهاب اللي هي عملته. اللي هو احنا علشان خاطر نتعايش مع وجود ذلك الشيطان في العالم نمشي على دماغنا بقى، نمشي على دماغنا. فتلاقيهم اللي هو اي كلام، لازم ان هو يخترع لك عدو. خلصت من مطاردة اسامة بن لادن بالفيلم العربي اللي اتعمل ده، خلاص احنا عايزين بقى ندور على احمد هارون. حبيبي احمد هارون اساسا ما هو طفشان من السودان من 2011.
ايه علاقته بالكوارث اللي بتحصل جوه السودان؟ ايه علاقته؟ طبعا مش عارفه انتوا عارفين ولا لا، بس في مؤتمر تقسيم السودان، اقتراح حميد شافندي، هيكون في اوغندا يوم 6 فبراير، ان هما يشوفوا بقى يعملوا مفاوضات وكل واحد فيهم يعلن منطقة يحكمها. مين اللي كان قال لكم الكلام ده؟ مين اللي كان قال لكم ان الفيلم ده كله معمول علشان خاطر السودان تتقسم؟ مم. عارفين يعني اللي هو الواحد كده بقى يفتح التلفزيون، اه ماشي ده بقى هيحصل بكرة كذا، اللي هي يعني هو التاريخ دايما بيعمل ابديتنج لنفسه يعني. فهم اتفقوا على مؤتمر في اوغندا يوم 6 فبراير، وهيحضر فيه ناس من الخارجية البريطانية، معرفش مع يعني. طب السودان يعني وأسرة مع بعضيهم، حضرتك جاي تحضر ليه؟ بس اوكي يعني. وهيحضر فيهم ناس من الحكومة التشادية، لأن تشاد ضاقت ذرعا بعدد اللاجئين اللي راح عندها. طبعا احنا عارفين ان السودان من يوم الحرب اللي هو من 13 ابريل لحد النهاردة في نزوح ل7.7 مليون بني ادم، منهم حوالي 3 مليون نزوح داخلي داخل السودان، والباقي نزوح خارجي. طبعا مصر اتنزح لها كتير، اتنزحوا عندنا كتير. وناس تانية عملت نزوح على تشاد، وفي حوالي اكتر من 16 شلتر، يعني 16 ملجأ ومخيم نزوح في تشاد. وهم اساسا يعني تشاد غلابة قوي، مش حمل ان هم يتحملوا حد. والمفوضية بتاعت اللاجئين، بص هو مدام النزوح داخل افريقيا فانا مش هعبرك، يعني انتوا يعني اساسا كلكم على بعض، احنا مش محتاجينكم في الكوكب يعني، وانتوا زيادة علي. فلا هي بتصرف ولا هي بتدفع ولا هي بتبعت وجبات أغذية بتتكفل بيها، ولا هي بتبعت علاج، ولا هي عاملة مستشفيات ميدانية ولا أي حاجة، ولا متوفر، ولا أساسا تشاد عارفة توفر لهم مية ولا عارفة توفر لهم أكل. يعني الوضع صعب جدا. الناس قاعدة في خيم، يعني 4,700,000، وكلهم نساء وأطفال. حاليا اللي بيدفع تمن كل الحروب اللي في العالم هم الأطفال. يعني مثلا بعد 50 سنة من دلوقتي كده، لو اتكلمنا يعني بداتا انالايزس، هنقدر نقول ان هيبقى فيه فقر في عدد الأطفال عالميا. هيحصل عندنا جوبينج كده لأجيال معينة. بس بعد 50 سنة مش هبقى عايشة أكيد يعني، لكن ايه ده هيبقى موجود، لان في استهداف للطفولة في العالم، في استهداف للطفولة. الخطة بتاعت المليار ماشية بطريقة يعني ان هي ايه، هات الاطفال يا اما تقتلها في حروب، يا اما تقتلها في مجاعات، يا اما تقتلها في اضطهاد ديني، يا اما تلعب في تفكيرها وتلعب في اساسها وتبوظ فطرتها السوية بالجندرية والهوية الجنسية والشذوذ والكلام الفارغ ده. يعني هم حسوا ان الدنيا مع الكبار ممكن يطلع حد يلم الليلة من وراهم، او حد عنده فكرة شوية، فقال لك لا وعلى ايه بقى، احنا نجيبها من اول، يعني من اول بيبيز بقى، من اول الولاد وهم صغيرين كده. وده سبب بيخليني دايما وانا بتابع الاحداث بتاعت غزة اتابع تحديدا عدد الاطفال اللي بيستشهدوا. يعني خطة خبيثة جدا جدا من اسرائيل، خطة خبيثة جدا، ان هو عايز يعمل فراغ في الاجيال. الله المستعان، والله الله المستعان على الكوكب المعفن ده، الله المستعان. المهم العالم كله طبعا ماشي في اتجاه ان الحرب اللي في السودان لازم تقف، القتل اللي في السودان لازم يقف، كل الانتهاكات الغير إنسانية والغير سوية واللي بتدل على ان بتوع الدعم السريع دي عبارة عن حركة من الحيوانات البشرية ولا ترتقي أساسا للبشر، لازم يقف. فتمام اوكي، احنا بقى نقعدهم مع بعض وكل واحد يحكم في مكان.
ولو تفتكروا سوري عشان انا بشرب نسكافيه، سوري. ولو تفتكروا كنت من فترة كده، من حوالي شهر، نزلت لكم بوست عن الامارات ويعني تشويه الامارات عن طريق بريطانيا. نفس الكلام حصل من 4 ايام كده، برضو جت بريطانيا اتكلمت عن ان هي الامارات بقى هتدعم مين في الطرفين وكده. فطلع وزير الخارجية الاماراتي قال ان في حالة الصراع ما بين طرفين في دولة او ما يعرف بالحرب الاهلية، الامارات بتلتزم الحياد، وان الامارات كل اللي عملته انها بعتت طيارتين مساعدات للسودان استلمهم الجيش السوداني. كانت مساعدات اغذية وخيم وحاجات من دي، والكلام ده كان في سبتمبر اللي فات. ونفى عن نفسه تهمة ان هم بيمولوا باسلحة وبتاع. الامارات ما بتصرفش فلوسها على سلاح، يعني الامارات دي عايشة عشان تبسط نفسها، ما بتصرفش فلوسها على سلاح ولا تسليح. ولو مثلا لا قدر الله، احنا ما نتمناش شر لاي دولة، لو لا قدر الله قامت عندها حرب هتجيب اللي يحميها. ستوب، نقطة نظام. جيلان اسم بتقول ان الامارات لو حصل عندها حرب هتجيب الجيش المصري يحميها. لا والله، انا ما الجيش المصري مش بيطلع برا مصر. ده جيش محلي، احنا حاطينه جوه كده، مش عايزينه يبقى انترناشونال. فبس هي هتعرف ان هي تجيب مرتزقة من العالم كله علشان خاطر يحميها، وعندها من الفلوس اللي يخليها تقدر ان هي تجيب تسليح كويس. وبيتهيألي يعني ان المعارض اللي هي بتعملها، هي ما بتشتريش تسليح كتير، بس بتجمع داتا للتسليح. عندهم فلوس ان هم يجيبوا في 4 ايام يعملوا تسليح للجيش، ويقدروا يجيبوا مرتزقة من العالم كله. يعني اذا كان اوكرانيا المعفنة جايبة مرتزقة، الامارات مش هتجيب مرتزقة. فايه تاني ما فالجيش المصري ملوش علاقة. الجيش المصري مش هيطلع برا مصر، الجيش المصري مش هيحارب لحد، احنا بنشتغلش مرتزقة. ان شاء الله يا رب البهايم تفهم. الواحد محتاج انيس عبيد، طول ما هو مثلا بيكتب بوست او بيعمل فويس او حاجة، يجيب انيس عبيد جنبه كده يترجم، اللي هي اذهب للجحيم. عارفينها انتوا اذهب للجحيم؟ عشان احيانا كان بلاقي يعني كومنتس او بلاقي بوستس مثلا عن الحاجات اللي انا بكتبها، اللي هو لا دي قالت كذا، دي كتبت كذا، دي عملت كذا. ببقى عايزه اقول لهم يعني طب لو انا الكلام اللي انا بكتبه فوق مستوى تفكيرك، انا ايه ذنبي؟ انا هعيد تعليمكم وانا هصرف عليكم؟ اوكي، ما علينا. المهم هنلاقي بقى ان القصة بتاعت احمد هارون دي عبارة عن بص العصفورة، انت رايح تعمل شوية استقرار في الامارات. فاحنا بقى في الامارات ايه، حتى انا سوري بن زايد، سوري، في السودان. فتعالى بقى اما اقول لك، يعني افتح لك الدفاتر القديمة بقى، واحنا عايزين نحاسب مجرم الحرب من اللي هو في 2011، اللي اساسا ارتكب جرائم، يعني جرائم الحرب بتاعته ارتكبها في الثمانينات وفي التسعينات. فهو عايز فاكر ان هو هيحاربه دلوقتي او ان هو يحاكمه دلوقتي، وهو عنده جوه، هو واهله قاعدين في نيويورك اساسا يعني. طب ليه؟ علشان هو مش عايز يعمل استقرار في السودان. ليه؟ عشان تفضل الحدود الجنوبية المصرية دايما مشتعلة، ودايما فيها مشكلة، ودايما فيها توتر. ما هو الرئيس لما طلع يتكلم قال بمنتهى الصراحة ان الحدود المصرية فيها مشكلة. ايه ده، انت خدت بالك برضه ان الحدود المصرية فيها مشكلة؟ طب الحمد لله، احنا كنا مفكرين ان انت مش واخد بالك. اللي هو انت يا جماعة، في يا جماعة انتوا بتتعاملوا مع مهندس زراعي، ده راجل ضابط مخابرات. بس هو كان بيخاطبنا احنا، كان بيخاطب الشعب، بيقول للناس اللي هي مش واخده بالها او هي متجاهله الوضع ده، ان انت حدودك صعبه، فركز اهتم ان انت تقف جنب بلدك. ايه اللي هيحصل يوم 6 فبراير؟ هيقعدوا مع بعض، التقسيمه اللي انا قلتها لكم هي اللي هتمشي، هي دي الخطه اللي هم عايزينها اساسا. لو تسالوني عن ضميري،
هيكون ده افضل حل للسودان. لازم القتل يقف، لازم ماكينة القتل اليومية تقف. السودان كل يوم بيتقتل فيها 1000 مواطن، حصيلة اعلى من غزة على فكرة. كل يوم بيتقتل فيها 1000 مواطن. 1000 مواطن ده كتير قوي، واطفال ونساء وتشريد. وكده كده خطة تقسيم السودان دي هي معمولة، يعني هي متجهزة عند المخفيين من سنة 92 اصلا يعني. ولازم تفهم ان اي حكومة اخوان تيجي تركب حكم في اي دولة، هي جت عشان تخرب الدولة، هي موجودة عشان تخرب الدولة مهما كانت، حتى الدولة غنية او كانت فقيرة. يعني خربوا الكويت وخربوا السودان، ولو حكموا امريكا بكرة هنفتح الباب للاجئين الامريكان. مبسوطين انتم بموضوع اللاجئين الامريكان ده؟ كلكم مستنيين اللاجئات التكساسوسيات. هنلاقي السودان راح شمال وجنوب. خد بالك، اربط التفاصيل. تسمع دلوقتي الاعلام الغربي كله عمال دارفور 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 راحت، دارفور جت، دارفور مش عارف ايه، دارفور مش عارف ايه. ده معناه ان هم عايزين دارفور يبقى حكم برضو ذاتي. يبقى احنا كده بقى عندنا بدل السودان واحدة بقى عندنا 4 سودان: جنوب السودان، دارفور، الحتة بتاعت حميدتي معرفش هيسموها ايه، المزبلة يلاقي علي وعلى اللي خلفوه، شمال السودان. فبقى انت كده عندك ايه؟ 4 سودان. انت ليه بتفتت الدول؟ ما انت لما تفتت الدول هتفتت الجيوش، هيبقى ما عندكش خطوط دفاع، هتفتت الثروات والمقدرات بتاعت الدول، فهتبقى الدول فقيرة. الفقير ضعيف وسهل التحكم فيه. الفقير ملوش رأي، سهل ان انت تفرض عليه رأي معين. ليه؟ لان انت هتعرف تكسر عينه باللقمة. لكن هما اللي وصلوا نفسهم للمرحلة دي. لما الجيش السوداني ياخد على قفاه بالمنظر اللي هو فيه ده، لانه داخليا مهترئ، داخليا خلايا نايمة للاخوان، داخليا ما عندهمش العقيدة القتالية للدفاع عن الارض. اساسا المواطن السوداني مواطن كسول جدا جدا. اللي عايز يزعل على فكرة، يعني حتى لو في سودانيين بيسمعوني، ايوه يا جماعة انتوا كسالة، ولو انتوا مش كسالة كنتوا حافظتوا على جيشكم. اي جيش في اي مكان يعني بيتفتت او بيتهدم، انا بحمل مسؤوليته للشعب، انا بخون الشعب على طول على طول، هي ملهاش احتمال تاني. فدي نتيجة طبيعية. 12 سنة ولا 13 سنة انتوا مش عارفين تروحوا بلدكم للاستقرار. 13 سنة تغليب المصالح العامة، المصالح الخاصة على المصالح العامة. 13 سنة بتفكروا ازاي مين يسرق ايه، ومين هيطلع حرامي اكتر، ومين هياخد كرسي اكتر او مناصب اكتر. كان عندك حل وحيد ان انت تنقذ نفسك بان انت تدعم الجيش. مفيش حاجة اسمها حكم مدني. لما يبقى دولة مستهدفة ما يبقاش في حاجة اسمها حكم مدني، لازم اللي يحكم الدبابة، ولازم انت تدعم الدبابة دي. انت في السودان ما عملتش كده، في النهاية انت ضيعت دولتك. يعني اللي حصل في السودان بيدي لبيد عمرو، انتوا اللي ضيعتوا دولتكم. ده كان غباء شعب، وهتفضلوا تدفعوا ثمنه بقى لحد يوم القيامة. وهي مصر هتسكت؟ لا مش هتسكت. احنا هنستنى شمال السودان بصراحة يعني. ما حدش يجرجرني في الكلام ويسألني يعني ايه هتستني شمال السودان، عشان خاطر انا مستحيل هقول ان احنا ما مستنيين ان احنا نضم شمال السودان لمصر عن طريق استفتاء. مش هقول كده ابدا يعني. خلصنا جزء بتاع السودان، نروح بقى على فلسطين. طبعا جنين الصهيونية الإسرائيلية الموسادية المهلبية الحاجات اللطيفة دي كلها، هي الوحيدة على السوشيال ميديا اللي اتكلمت عن الضفة الغربية وقالت يا جماعة خلي بالكم الضفة الغربية فيها مصيبة.
الضفة الغربية فيها بلوى، اللي بيحصل في غزة كوم، واللي بيحصل في الضفة الغربية كوم تاني خالص. خطة التهجير ماشية هنا وماشية هنا. طبعا طلع شوية أغبياء وبهايم يقولك ايه، لا هي بتجهز لإيه، هي بتقول للناس الأخبار ايه. يا ابني انا بقولك الخبر اللي انت يا حيوان عمرك ما هتسمع عنه، لان انت ما انتش متابع. انا بقولك اللي بيحصل علشان انا متابعة الميديا العبري نفسها، انا متابعاها نفسها، انا متابعة الميديا اللي بتخاطب المجتمع الاسرائيلي عشان تبقى عارف عدوك بيفكر في ايه. فلما انقلك اللي بيحصل جوه ابقى انا صهيونية؟ ايها الغبي، ايها الغبي. لا حول ولا قوة الا بالله. من بعدها بقى ابتدت القنوات الإخبارية تبص ناحية الضفة الغربية بيحصل فيها ايه. اقتحامات في جنين، اقتحامات في رام الله، في الجليل، الدنيا بايظة، الدنيا خربانة، القدس فيها تهجير، جرافات. يعني امبارح كان منظر فظيع جدا جدا، اللي بيدخلوا على الأراضي الزراعية بالجرافات، بيقلب الزرع، بيطلع الطين من الأرض، ويعني بيقلب الزرع اللي هو حتى يعني ما ذنب النباتات يعني حتى النباتات ما سلمتش منهم. والضحايا اللي بيسقطوا أطفال، برضو الضحايا اللي بيسقطوا أطفال. هو عمال يدك في غزة وبيتعامل معاهم معاملة ان هي يعني ايه، هو انتوا بقى مش العالم كله وجع دماغي بغزة وعمال يتكلم عن غزة، انا هدشمل لكم غزة دي. وفي نفس الوقت بؤرة الإعلام كلها متجهة ناحية غزة، وغزة تحترق، وتعاطف مع غزة، واعمل مع غزة. ومساحة قد غزة مرة ونص بتتاخد. والمستوطنين واقفين من 2 بالليل بتوقيت إسرائيل، بتوقيت فلسطين، اللي هو مثلا في مصر يبقى حوالي 4 مثلا ولا حاجة، عند اللي هو معبر كرم أبو سالم، منعين دخول المساعدات لغزة، وواخدين خيم وبيعملوها وبينصبوها في رام الله وفي جنين علشان خاطر استعدادا لإقامة مستوطنات. فاللي بيجي في الإعلام ده في مظاهرات، ده مش عايزين حكم مش عارف ايه، ده بيهتفوا ضد نتنياهو، دول شريحة معينة اللي هم متأثرين بالأحداث اللي حصلت في 7 أكتوبر. إنما باقي المجتمع الإسرائيلي ماشي في اتجاه إن هو هياخد جنين، وهياخد رام الله، وهياخد الجليل، وهياخد القدس الشرقية، ده مؤقتا يعني، وداخل على شمال غزة، داخل على شمال غزة. وانا كنت قلت لكم تقريبا، ايوه كنت قلت لكم على المؤتمر اللي بيتعمل لما يحضر فيه 20 وزير، لما يحضر فيه 15 عضو من الكنيسة، لما يحضر فيه من الاحزاب، لما يحضر فيه اللي هي الائتلاف الاستيطاني. ماما المستوطنين عاملين حاجة زي نقابة كده، 3 نقابات. الائتلافات دي لما يحضر فيه 2000 بني ادم، فانت لازم تفهم ان دي خطة موضوعة ومحطوطة والحكومة بتنفذها. وان الزعيق اللي بيزعقوا ماكرون لا 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 اللي بتعمله اسرائيل ده لا لا ده مذابح، والكلام اللي بيطلع من ريتشي سوناك ان لا بريطانيا ضد الاباده وضد مش عارف ايه، واصل بايدن ما ردش، ما بيكلمش نتنياهو، مخاصم نتنياهو بقاله شهرين. تعرف ان ده اعلام مضلل بيشتغل اي حد مدافع او داعم للقضية الفلسطينية، او داعم للناس في غزة، او داعم للناس في فلسطين، عشان خاطر يضحك عليهم، عشان خاطر يقول لهم احنا معاكوا اهو. يعني احنا دلوقتي ماسكين العصاية من النص، احنا ضد اللي بيحصل كانتهاكات إنسانية، لكن برضو عايزين إسرائيل تدافع عن نفسها. الموضوع دلوقتي والله ما بقى إن إسرائيل بتدافع عن نفسها، الموضوع دلوقتي توسع احتلال في فلسطين، واستبدال شعب مكان شعب. اعتقد ان انتوا اخر بوست انا كتبته عن فلسطين، اعتقد كويس قوي ان انتوا شفتوا الكومنتس بتاعت الناس اللي هي اللي كانوا من الضفة والناس اللي كانت من غزة.
اللي كانوا بيقولوا احنا بس تجيلنا فرصة وهنهاجر، احنا الدنيا تهدى نقدر نوصل لمطارات وهنهاجر. احنا ما نقدرش نلوم على الناس دي، محدش يقدر يلوم على حد مش لاقي حد يحميه من القتل. محدش يقدر يلوم على اب نايم كل يوم متوقع ان ابنه ممكن يموت دلوقتي. ما احنا جماعة يعني ضعاف قوي 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 قصاد اولادنا، ضعاف قوي. فهي اسرائيل ماشية في الخطة بتاعتها، ماشية في خطة احلال شعب مكان شعب لاقامة حائط بشري ما بين العرب في افريقيا والعرب في اسيا، عشان تقدر تفتت الكتلة الناطقة باللغة العربية. اللي يشوف كده يعني يا اخويا يقول ان احنا ماسكين في بعض قوي، ولا احنا بنموت في بعض قوي، ولا احنا يعني التحالف مقطع بعضه. ده احنا كدول عربية مش طايقين بعض، مش طايقين بعض. ده احنا ربنا ابتلانا بشعب، الشعب السوري ده ربنا ابتلانا بشعب والله العظيم ده صهاينة في نفسهم، ده بقوا ماشيين في الكوكب اللي هو يا مصر مستقرة، ما تيجي نخرب مصر. ألمانيا شكلها حلو كده، ما تيجي ندمر ألمانيا. النرويج الناس فيها حلوة كده ورايقة وعايشة، ما تيجي نبوظ النرويج. ماشيين والله العظيم ثلاثة يعني ايه، زي اللي هو الثعلب البكار اللي كان بيحكوا لنا عليه زمان في الحكايات قبل النوم. يعني مبتلين بشعب مهبب ماشي يخرب في الدول اللي هو الشعب السوري ده، ومبتلين بشعوب اللي هي ناحية الأمازيغ بقى، يعني دي اللي هي كل يبكي على ليلاه، والخليج برضو مش عارف فين. فأنا مش فاهمة يا جماعة والله احنا مش محتاجين ان انتوا تعملوا كده معانا. وبرضو مصر بتتشتم، رئيس مصر بيتشتم، مش عارف اصل لازم يتحاكموا، بنتشتم مننا فينا، من الاخوان ومن مراكيب الاخوان. يعني فاهم، مش من الاخوان بس، من مراكيب الاخوان. الاستاذ عاطف المتعاطف، تخيل ان دولة زي مصر في الظروف الاقتصادية اللي هي فيها دي، ومع ذلك عملت من اول امبارح، ده اعلنوا عنها والموضوع ده طلع بقاله 17 يوم، حاجة اسمها المطبخ المصري لغزة. مصر يوميا بتعمل وجبات لمليون غزاوي. يعني احنا مش متكفلين بيهم بقى وقود وعلاج وطحين ومش عارف ايه والكلام ده، لا. لما تعرف ان المساعدات بتتسرق، احنا برضو بندخل المساعدات لعل وعسى حتى 50% منها يوصل للناس. وعشان ما نبقاش ساكتين على مجاعة، عاملين حاجة اسمها المطبخ اليومي المصري لأهالي غزة، بنعمل وجبات وبتتوزع على الناس في رفح. هل الاقتصاد المصري حمل حاجة زي كده؟ ممكن حد يقول لي ده مليون واحنا 6 مليون، نعتبر نفسنا 107 مليون ويبقى عادي بيأكلنا كلنا. لا، تفرق ان انت بتأكل حد بره حدودك. الفضل فضل الله مبدئيا، والرزق رزق الله علينا كلنا. لكن لازم احنا كمصريين نبرز الدور ده. لازم احنا كمصريين لما نلاقي بلدنا بتعمل حاجة كويسة ما نقفش قصادها، ما نشتمهاش مع البقر اللي بيشتموها، ما نسبهاش مع البهايم اللي بيسبوها. لا، احنا بنعمل كذا وكذا وكذا وكذا. يا اخي افتكر بالحاجة يعني افتخر بالحاجة الكويسة اللي انت بتعملها. افتخر ان القيادة بتاعتك برغم كل القرف اللي هو متحمله والله يعينه ويثبته والله، الا انه برضو لم يتراجع انسانيا. لو القيادة المصرية قررت ان هي تغل ايديها انسانيا، في خلال شهر في 500,000 غزاوي هيموتوا من الجوع. ما هو الجوع قاتل يا جماعة، هيموتوا من الجوع. لكن القيادة المصرية مش عاملة كده. القيادة المصرية متحملة دور إنساني مش بتاعها. مصر لوحدها متكفلة بالصرف على 1,000,000 إنسان ما بيحققش منه أي عائد أو أي فايدة أو أي ضرائب أو أي إنجاز أو أي حاجة،
اللي هي مثلا شيء كده طالع لوجه الله، في حين ان العالم كله متحمل مليون تانيين. والله يعني الله يعيننا، يعني مش هقول غير كده. وحتى العالم، يعني العالم ده بقى ابتدى يتنصل كمان من الموضوع. الدنيا بقى ايه، بوخت وطولت وسخفت، وبقالنا كتير عمالين نتكلم كل يوم في غزة وحرب غزة وإبادة غزة ومش عارف ايه. لا، الأوضاع الاقتصادية عالميا مش متحملة بقى ان حد يصرف عن حد. فنلاقي اتاخد ذريعة لطيفة جدا ان في 12 موظف من الأونروا ظهروا في الفيديوز اللي هي بتاعت اعتداءات 7 أكتوبر. فبقى كده بقت ارهابيين وحمساويه ومش عارفه ايه. وده على فكره ممكن يفسر لنا هو ازاي حماس بتقدر ان هي تاخد المساعدات من الأونروا. يعني فاكيد في ناس من جوه بتدعمهم، يعني اكيد فيهم حمساويه وفيهم اخوان وفيهم زفت فوق دماغهم. لكن ده لا يعطي الحق ل9 دول انها توقف تمويل الأونروا، منهم بريطانيا وفرنسا والمانيا وامريكا. ده لا يعطي لهم الحق كده. بس هما بيعملوا ايه؟ لا والله، هي مش الأنراوة دي اثبتت ان هي فيها حماس وان فيها اخوان وبتاع، فخلاص احنا مش هنتعامل معاها. طب واهل غزة؟ لا، معاهم ربنا بقى. الناس بتغسل ايديها. الدول اللي انتوا بتقولوا عليها عظمى بتغسل ايديها بحجج ومبررات غبية. طب يا حبيبي، طلع الأنراوة من الحسبة وادخل انت المساعدات بتاعتك قدمها انت بنفسك. لا، مش هينفع الحقيقة، لان الموضوع مش مستقر. اصل جوه في حرب. طب يا حبيبي اعمل هدنة. لا، بس نتنياهو مش عايز يعمل هدنة. طب اعمل وقف اطلاق، يعني وقف اطلاق النار. نو، لا انا ما اعملش، عشان اصلك اسرائيل ليها الحق ان هي تدافع عن نفسها. الغرب ينظر للامور من جانب واحد. الغرب يتبنى رواية واحدة فقط، اللي هي رواية الدفاع عن اسرائيل. هتقولي طب مثلا العرب مش بيتبنوا ليه بقى الدفاع عن فلسطين؟ العرب بيتشتموا. بص، احسبها كده. مثلا لو انت عندك واحد جارك في الدور الاولاني، وانت مثلا ساكن في الدور الرابع او ساكن في الخامس، كل يوم انت بتقدم له المساعدة، بتقدم له وجبات، بتديله فلوس، بتدفع بنيابة عنه الخدمات بتاعة العمارة، واقف معاه لو عنده طفل مريض انت بتساعده. وطول ما انت طالع على السلم كل يوم سامع وهو ما بيقولش عليك الا ابن الكلب اللي ساكن في الخامس، ابن الكلب اللي ساكن في الخامس، ابن الكلب اللي ساكن في الخامس. انت هيجيلك وقت لا هتقول لا، لا ده مش انا ابن كلب، ده انت اللي ابن 60 كلب، انا اللي مش واقف جنبك وانا مش مدافع عنك، وانا ومصلحتي فوق الكل. هو انت مش هتفكر في كده؟ الدول برضو فكرت في نفس الموضوع. انتوا عايزين فلوس، خدوا فلوس بس ابعدوا عننا. على فكرة يعني طول ال 12 سنة اللي فاتوا، اللي هو بن سلمان ولي عهد ماشي مع السوريين ومع الشيعة بتوع العراق ومع الفلسطينيين كده. عايز فلوس خد فلوس، بس تقرفنيش بقى، تعملش حسابك معايا. عشان كده حتى نلاقي مثلا ان بن سلمان اكتر واحد فاصل دماغه عن اللي بيحصل دلوقتي. يعني لا بعت اخد مثلا فلسطينيين للعلاج، ما فيش طيارات للمساعدات، ما فتحش مستشفى ميداني، ما عملش يعني مصر عملت مخيمات لمليون، احنا بالظبط عملنا مخيمات تستوعب 650 ألف غزاوي. هو احنا حمل الكلام ده يا جماعة؟ احنا حمل المصاريف دي؟ ايه ده يعني؟ ايه ده يعني؟ احنا يوميا يعني شعب غزة يوميا مصر بتكلفه 2 مليون جنيه يوميا يعني. فالله المستعان، مش هنقول غير اكتر من كده. يعني الله المستعان، يعني ربنا يعينهم على حالهم ويطلع قرار بأي شكل من الأشكال. هو طبعا انت ما تستناش قرار المحكمة الدولية ده حاجة كده كلام على ورق، ده حبر على ورق، حاجة كده مش هتتنفذ يعني. لكن يطلع قرار بأي شكل من الأشكال ان يحصل وقف الإطلاق النار عشان الأطفال. عشان الأطفال اللي بقت عبارة عن أشلاء داخل أكياس. يعني بيكفي قتل أطفال، بيكفي. الكوكب هيصاب بلعنة رهيبة بسبب قتل الأطفال ده.
والاطفال مش موجودين في غزة بس، اللي بيحصل في الضفة ان هما بيهدوا البيوت فوقيهم والجرافات بتخش تشيل. يعني شفت منظر رهيب جدا، يعني جرافة بتجرف الارض الزراعية، ولد واقف قدامها بيحدف بطوبة شايلاه ورزعاه في الارض، الولد دماغه نزلت نصين، اللي هو يعني اوفر دوز اجرام. انا متوقعه ان ابليس قاعد على جنب، يعني عمال يقول انا ماليش علاقه بكل اللي بيحصل ده، يعني انا ما كنتش مخطط لكل اللي بيحصل ده. بني ادم تفوق على بني ابليس في الاجرام. نيجي بقى للجزء بتاع القواعد الامريكيه اللي هو بيتم الهجوم عليها والفيلم اللطيف اللي بيحصل ده. هو بس عشان تبقى انت عارف حاجة، القواعد الامريكية اللي موجودة في العراق، اللي هي عين الاسد اللي موجودة في الانبار، محافظة الانبار في العراق، انت تمشي في الارض بتدوس على بترول. يعني ما شاء الله ما شاء الله، يعني الانبار انت بتدوس في الارض على ابار بترول، يا موجودة يا محتملة. هي الانبار عبارة عن ابار بترول، ابار نفط وغاز وقاعة قاعة ايه، بس ايه اللي بقوله ده، القاعدة اللي هي بتاعت حقل حرير. حقل حرير ده في أربيل، ده حقل غاز ضخم جدا جدا، يعني وإنتاجه عملاق جدا. طيب هو ليه حبيبي انت عامل قاعدة جوية جنب الأنبار، يعني جوه الأنبار جنب أبار البترول، وعامل قاعدة جوية ولا قاعدة عسكرية حرير اللي هي في أربيل برضو جنب حقل حرير؟ ليه؟ طيب لو رحنا كده بصينا على سوريا، هنلاقي ان القواعد الامريكيه في سوريا جنب في دير الزور عند حقل كوانيكو، ده حقل غاز. التنف اللي هي حصل عليها الهجوم اللي هي على الحدود ما بين الاردن وما بين سوريا برضو حقل غاز. حقل العمر حقل غاز. الشدادي في الحسكه فيها غاز. فانت يا حبيبي ليه قواعدك كلها، يعني قواعدك العسكريه ما بتعملهاش الا جنب الغاز؟ يعني سقعان مثلا عايز توصل لفران عشان تعمل قرص، ما انت فهمنا يعني. فده معناه ان هم قاعدين في الحتت اللي يقدروا يسرقوا منها الثروات والمقدرات بتاعت الشعوب. ايه اللي حاصل اليومين دول؟ اقول لك يا سيدي اللي حاصل اليومين دول. الحكومة العراقية بناء على ضغط شعبي قررت ان هي عايزة تمشي امريكا. ايه ده؟ يعني مش بايدن هو اللي عايز ينسحب من العراق؟ لا، امريكا ما بتنسحبش من حته، ما فيش محتل بينسحب من مكان، عشان بس انت تبقى عارف. في العهد يعني في العصر الحديث اللي احنا فيه ده ما فيش محتل بينسحب من مكان. لكن العراق عايزين يمشوهم، وعايزين يعملوا حاجة اسمها إعادة هيكلة الجيش العراقي. يمكن حتى انت لو كنت تسمع عن أخبار كده ان في فرق هياخدها الضباط العراقيين في مصر، وان ان شاء الله باذن الله هيتفتح ابواب الكليات العسكريه للطلبه العراقيين. صراحه ده الحل الوحيد لانك تعيد هيكله الانسان العراقي، البني ادم العراقي اتهكر اساسا. فالمفروض بقى ان انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هتمشيني وهتبتدي تعمل اعاده هيكله الجيش؟ لا انت عبيط ولا ايه؟ اصبر، ده انا عندي كلاب بولدوج في المنطقه، اللي هم بقى اسمهم ايه، مسمين نفسهم ايه في العراق، قاعدة انصار الله ولا قاعدة مش عارف ايه كده. المهم ان هم شيعة برضو، يعني شيعة وتبع ايران. اضرب القواعد. لا، شفت انت عندك ارهاب؟ شفت بقى يا عم؟ اذا كنت انا بتعرض لكده وانا امريكا بنفس ذات نفسي، يعني انت يتعمل فيك ايه؟ لا انا مش هقدر اسيبك لوحدك، انا ضميري مش هيسمح لي ان انا اسيبك تتعرض للارهاب لوحدك. انا هقعد جنبك عشان احميك، انا هقعد جنبك عشان نكمل سرقة، انا هقعد جنبك علشان خاطر الحقول الغاز دي لسه فيها احتياطي استراتيجي وانا لازم اسيطر عليه. انا هقعد جنبك عشان انا اساسا دخلت احتليتك عشان اسرقك وانت لسه عندك حاجة تتسرق. انت كعراق لسه عندك حاجة تتسرق. هقعد جنبك عشان ما اسمحش بالسنة ان هم يعيدوا حكم العراق
وان يطلع لي صدام تاني. تختلف، في ناس بتختلف مع صدام، انا عمري ما هختلف مع صدام، عمري ما هختلف معاه. في ناس مثلا ممكن تقولك اصل هو كان ديكتاتور، اصل هو كان مش عارف ايه، اصل هو كان قاسي. هذا العالم اثبت ان ما ينفعش حد يحكم دولة زي الدول بتاعتنا دي الا لو كان ديكتاتور. اللهم دكتور السيسي، امين يا رب. فانت كده ممكن يطلع حكومة تبدأ بقى ان هي تفوق للشعب. وما تنساش ان انت بدأ عندك مشاريع، ما تنساش ان انت عندك الشام الجديد، ما تنساش ان انت عندك بقى في الخط البري الرابط ما بين العراق مرورا بالشام نازل على مصر. ما تنساش ان انت عندك اتفاقية لتطوير حقول النفط وبيعها وكده ما بين روسيا ومصر والعراق. فزي ما انت مخلي الحوثي يهوهو في البحر الأحمر، خلي إيران وكلابها تهوهو في العراق عشان ما نقدرش نمشي. طيب سوريا طبعا احنا عارفين اللي فيها. طول ما روسيا متواجدة في سوريا، طول ما أمريكا متواجدة في سوريا. وبشار مش فاضي لحد، ده راجل ديلر دلوقتي وربنا فاتحها عليه ومدور الدولاب بتاع المخدرات بتاعه ومش فاضي لحد. والله الرئيس اديله الرزق. طيب هي الأردن ليه تيجي في الموضوع؟ يعني ليه الأردن تيجي رجليها في الموضوع؟ أولا الأردن لغت اتفاقية السلام مع إسرائيل، دي حاجة. قطعت العلاقات الدبلوماسية. اتفاقية اقتصادية كانوا عاملينها اللي هو الماء مقابل الكهرباء مع إسرائيل، مشروع اقتصادي كده، لغوه. المشكلة مش في الأردن، المشكلة في إسرائيل. إسرائيل كده ممكن تتعرض للشح المائي، وهي أساسا كانت بتعمل المشروع ده علشان خاطر تحصل على مياه عذبة. تمام، يبقى هنا الأردن هتبتدي تعمل لي شوية نوش. الملك عبد الله متحامي في عبد الفتاح السيسي. طيب يروح يعمل صداع للسيسي عن طريق الأردن. ما هو برضو انت الراجل بتاعي فانا مش هقدر اسيبك، وده صح جدا طبعا، ده صح جدا. احنا يهمنا قوي 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 تواجد الأردن معانا اليومين دول، يعني الفترة دي احنا محتاجين الأردن جدا. فاعمل الفيلم بتاع الهجوم على القاعدة. جيلان ده فيه عساكر ماتت، هي أول مرة يعملوها. كانوا بيموتوا العساكر بتوعهم في أفغانستان، كانوا بيموتوا الضباط بتوعهم في باكستان، كانوا بيموتوا الضباط بتوعهم في الهند، كانوا بيموتوا الضباط والعساكر بتوعهم في العراق، في الكويت علشان خاطر يخشوا العراق. يعني هم عملوها في الكويت عشان خاطر يخشوا العراق. هدوا البرجين في 11 سبتمبر وموتوا 3 مليون بني آدم. ايه ليه؟ ولا انت مفكر فعلا ان المواطن غالي والجندي غالي والكلام ده؟ الكلام ده بيتقالك انت بس عشان انت ساذج، عشان انت مش عارفهم، عشان انت مش متابعهم. انما عادي مش مشكلة يصيب 40 ويموت 3 ويموت 6 عشان خاطر المكسب اكبر. المكسب دولة كاملة. ولو قعدت كده يعني بتحليل صغير جدا سوري، يعني هي الدفاعات الجوية اللي كانت موجودة في القاعدة دي ما اشتغلتش ليه؟ مش بيفكرك ده بسيناريو 7 اكتوبر؟ هي الدفاعات الجوية الإسرائيلية وقتها ما اشتغلتش ليه؟ والباراشوتات بتطير والخفافيش بتنط والحاجات دي، عشان عندهم تعليمات ان هما ما يشتغلوش. هم عندهم تعليمات ان هم مش، هم عندهم تعليمات ان يعني القائم على القاعدة او العميل اللي جوه القاعدة للناس دي، ما هم مش كلهم ضباط في الجيش الامريكي بنفس الفكر وبنفس الولاء. لا، في عملاء من جواهم برضو، عملاء للحكومة، عملاء للقيادة بتاعتهم. يعني هو عنده تعليمات ان هو لا يتصدى للهجوم، هو عنده تعليمات ان هو يبقى الضحية، علشان خاطر لما اجي اخد رد فعل يبقى انا باخد حق الناس اللي ماتت عندي. هو الفيلم بتاع 7 اكتوبر، افتح له الجو وافتح له المجالات وافتح له الطريق وافتح له كل حاجة عشان نفضل نزن في رواية ندافع عن انفسنا. اسرائيل تدافع عن نفسها، اسرائيل تدافع عن نفسها.
حتى لا يتكرر سيناريو 7 أكتوبر، القضاء على مش عارف ايه لحماية المواطن الإسرائيلي. التعليمات اللي راحت للدفاعات الجوية الإسرائيلية هي نفسها التعليمات اللي راحت للدفاعات الجوية الموجودة في القاعدة العسكرية. افتح له قاعدة، وقع ضحايا عشان أنا أقدر أتكلم. انا عارفه بقى ان في بوستات بقى ان اصل مش عارف مين هم اللي بوظوا الدفاعات الجويه الامريكيه علشان خاطر بيورطونا. اقسم بالله بيورطونا بسذاجه. انت مش محتاج ان انت تدور على نصر زائف، لان انت اساسا محقق نصر على الارض، فانت مش محتاج ان انت تدور على نصر زائف تزج فيه باسم البلد. انت مش محتاج حاجه زي كده. مين اللي بوظ الدفاعات الجويه؟ امريكا نفسها. تعليمات يا ابني، تعليمات. حبيبي ما تتحركش، ما تعملش اي حاجه، انت هتنضرب وفي كام حد كده هيموت وفي ضحايا، ولو لقيت عدد صغير من الضحايا حاول انت تصيب شويه ضحايا علشان خاطر احنا لينا غرض من ذلك. هتوصل لايه؟ مش هتوصل لحاجه. التزام الاردن بالصمت وردود الفعل الدبلوماسيه والحكمه في الموضوع هيقفل على امريكا الباب القذر ده، وهيقفل على اسرائيل الباب ده. وطبعا نتمنى له ان هو يفضل ثابت على طول كده، علشان خاطر دي ناس منتظرة اي تصريح عنتري من اي حد. فايه اللي حصل في القاعدة دي؟ ما علقتيش على القاعدة؟ زهقت من الافلام بقى، زهقت من الافلام بقى. ما انا مش كل يوم اقول الحوثي فيلم وحماس فيلم وايران فيلم وضرب باكستان فيلم. زهقت بقى، زهقت والله. يعني كده انتاج سينمائي عالي كده كده، الصرف باين والله، الصرف باين. فدي كده هي خلاصة الأحداث، خلاصة الخلاصة وزهرة الزهرة. طولت عليكم بس مش مشكلة، طول براحتي، بالك كتير ما كلمتش معاكم. يلا، يومكم جميل.